مصر يا حبيبه قلبي هنخيب، جاي بحضر السيت اب ومش عارف ايه والرينج لايت، وكنت هعمل فيديو ومحضر اهو المايك اهو الدليل اهو، النور راح قاطع. ايه يا مصر؟ ايه يا حبيبي والله العظيم انا لا انا بحاول، اقسم بالله العظيم. وبعدين في شباب كتير شبهي بنحاول رغم الظروف، بنحاول رغم اللي بقى ايه، احنا تالت يوم في السنه. دي بقى الفيديوهات اللي انا عمال اتفرج عليها طول الليل، ونيو يير نيو مي ونيو ييرز ريزولوشن ولازم تبقى احسن وتجتهد بجتهد اقسم بالله العظيم وحياة امي بجتهد بقالي سنين. يعني ده اللي قدامكم ده الامبوديمنت بتاعت الاجتهاد اللي بقاله سنين بجد. بس مصر مش مساعداني، مصر ساعديني شويه يا حبيبه قلبي. كده احسن صح؟ المشكله اني بحاول والله. وبعدين في ناس كتير بشوف ناس كتير هنا في البلد بيحاولوا وبيعافروا وبيشتغلوا على نفسهم طول الوقت وعايزين نفسهم وعايزين يبنوا مستقبل لنفسهم احسن ومستقبل لعيلتهم ولبلدهم، بس مش كل حاجه. وانا اسمها ايه، انا اكره اني اكون نيجاتيف او شخص يكون نيجاتيف على نفسه. فتخيل بقى اني بكون نيجاتيف على اي حد ممكن دلوقتي بيسمعني، ده عكسي تماما. بس اللي هو طب ايه، طب نعمل ايه؟ ساعات بحس اني بضيع حياتي وشبابي هنا في البلد، او في جزء كبير من حياتي ضاع، وجزء كبير من شبابي ضاع في البلد للاسف. وانا اللي انا مش متخيل بقول كده ازاي، بس اللي هو كل محاولة بعملها شغل بقى، سوشيال ميديا، اي حاجة حرفيا، مش عايز اقول ما بتظبطش، بس ما بتكملش، وما ما بتكونش ناجحة 100% او ما بتكونش ناجحة اصلا. فاهم عايز اقول لك ايه؟ وبحس دايما اني مش لوحدي في الموضوع ده. ساعات بحس اللي هو ايه ده ايسر، لا انت لوحدك ومش عارف ايه، انت فاشل بقى ولا ايا كان الهطل اللي انا بقوله لنفسي ساعات. بس ساعات بحس ان هو مش، لا في ناس كتير شبهي، في ناس كتير حاسه بنفس الاحساس اللي انا بحسه وبتمر بنفس الظروف اللي انا بمر بيها. بيفضلوا يحاولوا وفكك بقى من السنه الجديده ومش عارف ايه، لا بنحاول بقالنا سنين، والموضوع الظروف اللي حوالينا بتشدنا لتحت. وبعدين ساعات بحس النجاح في مصر مقتصر على ناس معينه. انت ناجح اوريدي، او عندك الريسورسز، او عندك شخص مثلا في عيلتك، حد قريبك، ابوك، فلوس، سلطه، اي حاجه، انت مضمون لك النجاح. انت طالما انت في مصر وعندك حاجه مقومات النجاح اللي هي يا فلوس يا سلطه، انت كده جامد، انت كده هتنجح. ما عندكش حاجه من الحاجتين دول، انت ازاي تجرؤ اصلا؟ هاو دير يو، لو انت ازاي تجرؤ ان انت تنجح او تبقى عايز تعيش حياه احسن او تعمل مستقبل احسن لنفسك ولعيلتك ولمحيطك ولبيئتك والبلد؟ انت ازاي؟ مش ما ينفعش تعمل انت كده، ما ينفعش. انت مش مكتوبه لك، انت مش تبعك، انت مش بتاعتك انت. النور جه وحاسس اني هديت شويه لما بقول ان النجاح في مصر صعب. لما بشوف اشخاص شبهي في الجيم، جيراني، صحابي، ناس معرفهاش على النت، بيحاولوا وبيشتغلوا على نفسهم طول الوقت وعايزين يعملوا حاجة كويسة لنفسهم ولبلدهم ولأهلهم ولمستقبلهم، ولازم يشتغلوا 3 4 29 ضعف عن أي حد تاني عنده هيد ستارت، مثلا عنده فلوس أو عنده عيلة كبيرة أو عنده سلطة. والشخص اللي عنده فلوس أو عنده عيلة أو عنده سلطة، ما بقولش ان هو ما بيشتغلش، بس ما بيشتغلش بنفس المجهود، ما بيعملش نفس جهد او مجهود الاشخاص اللي هي شبهي اللي انا لسه بتكلم عنهم، علشان يطلع او علشان يبقى ناجح او علشان يطلع ستيب اعلى. لما بشوف الفرق ما بين ده وده بتضايق، بحس ان هو ليه اشخاص شبهي لازم تشتغل اضعاف 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 مضاعفة عن اي شخص تاني علشان ينجح في البلد دي. بحس ان هو نوع من انواع الظلم. وده مش معناه ايسر وانت بتكره البلد، مش معناه اني بكره البلد، معناه اني حاسس ان في جاب غير طبيعي ما بين الناس. ساعات بحس ان السيستم معمول علشان ناس شبهي وشبهك ما ينجحوش، وده ظلم، ده مش عدل. ولما الامور بتبقى صعبة لحد شبهي، انا عارف ان هي بتبقى صعبة برضو على الناس كلها، او الناس اللي في سني، او الناس اللي عايشين في نفس المكان اللي انا عايش فيه، في نفس المدينة، في نفس البلد. ودي صعوبات او ده struggle. انا عايز اشوف الناس كلها ناجحه، انا عايز اكون ناجح، عايز اشوف زمايلي ناجحين، الناس جيراني ناجحين، اصحابي ناجحين، الناس اللي بشوفها في الجيم ناجحه، اللي بيشتغل على نفسه قوي علشان يطلع تشامبيون شيب عايز اشوفه ناجح.
عايز اشوف الناس اللي هي على الانترنت اللي انا ممكن اصلا ما بقاش فاكرهم ولا فاكر اسمهم، عايز اشوفهم ناجحين. والحاجه اللي في دماغي دايما ان احنا نستاهل مكان ونستاهل سيستم يكون عارف ويكون مقدر قد ايه الشباب هنا بتشتغل على نفسها جامد قوي، ويقدر النجاح ده ويقدر المجهود ده ويعمل زيه ويعمل اضعافه. المفروض السيستم اللي احنا عايشين فيه ده يشتغل على نفسه ويشتغل اضعاف مضاعفه عن المجهود اللي احنا كشباب بنعمله في البلد، او اتليست اعمل ماتش للمجهود اللي احنا بنعمله. لكن حته اني دايما بشوف ان الاشخاص اللي عندها هيد ستارت او عندها خطوه بتزقها او بتساعدها، هم دول الاشخاص اللي بينجحوا. والاشخاص اللي بيشتغلوا على نفسهم كتير قوي فرصه النجاح عندهم قليله، عشان السيستم مش معمول على انه يرفعهم او على انه ينجحهم. بحس ان هو ده مش عدل. وانا عايز اشوف البلد دي احسن بلد في العالم، بس مفيش مكان بيكون احسن مكان في العالم غير بالناس اللي فيه. لما الناس اللي فيه تكون احسن ناس في العالم، المكان ذات نفسه هيكون احسن مكان في العالم.